مباراة حثوها عن انتقال إلى نادي آخر، لم يجد من يتعاقد معه في الموسم الماضي أو في الصيف الماضي. برأيك من هو الفريق الأنسب لمحرز؟ يعني أين ترى محرز يعني متألق أكثر؟ يعني ما الفريق الذي يناسب طريقة لعب محرز؟ اعتقد مع رحيل كوتينيو ربما يكون ارسنال هو ليفربول هو الانسب لمحرز، لانه ليفربول سيكون محتاج لصانع لعب بحجم رياض محرز. لكن في انديه اخرى مثل تشيلسي وارسنال اعتقد انه ستكون من الصعوبه حتى يثبت بالصعوبه ان يجد من نفسه مكانه حتى يثبت نفسه. لكن في ليفربول اعتقد بانه ليفربول من الانديه التي تقبل وجود لاعب جديد. الان محمود يعني نستطيع ان نقول هذا الخبر الان وصلنا من مصادر لبي ان سبورتس ان محرز سيوقع لليفربول. هذا الخبر الان، يعني الزملاء يعني اوصلوا لنا هذا الخبر انه يعني سيقوم بالفحص الطبي وللتوقيع رسميا مع ليفربول. انا قلت بانه يعني سنشاهد محمد صلاح ورياض محرز في فريق واحد. في فريق واحد. اعتقد انه انا قلت انه يورجن كلوب امتدح رياض محرز، ربما كانت هذه تمهيد للتعاقد معه، وهو فعلا الفريق الانسب. اعتقد انه اختيار مناسب جدا بالنسبه لرياض محرز وليفربول اصلا ايضا لتعويض كوتينيو. اعتقد انه رياض محرز سيتالق مع ليفربول، لان ليفربول كما قلت يعني عاده يستقبل اللاعبين بطريقه افضل، حتى الحديث عن ارسنال او تشيلسي. اللاعبون يندمجون بسرعه، اللاعبين الجدد يندمجون بسرعه، ولنا مثل في محمد صلاح كيف اندمج بسرعه مع هذا الفريق وتالق وتوهج واصبح تقريبا يعني وهذه طبعا فرصه جيده لمحرز ليدخل في دوري الابطال. محمود يعني سيكون محظوظ ايضا بالتأكيد ان يلعب في الدوري الانجليزي وفي دوري الابطال، خاصه انه ليستر لا يلعب في البطولات الاخرى. بصراحه امكانياته كان اكبر من ليستر، كان يستحق ان يكون في واحد من كبرى الانديه في البريمير ليج او حتى خارج البريمير ليج. قلنا بانه كان قريب جدا من برشلونه في وقت من الاوقات، حتى انه اداره المنتخب سمحت له بالرحيل للتفاوض مع برشلونه. اعتقد بانه يستحق، وربما يكون اذا كان في فريق اكبر من ليستر ربما يعني اعتقد انه الدافع والحافز يختلف، وليفربول ربما يكون المكان الانسب لليستر. نتمنى ان نراه متوهجا كما راينا صلاح ولا عدد اللاعبين العرب في الدوريات الاوروبيه.